أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الفراخ البانيه بطريقة سهلة وبسيطة، ودي المقادير. أول حاجة هجيب كيلو صدور فراخ بانيه مخلية، وبعد كده في طريقتين لعمايلها. ممكن نقطعها بالشكل ده اتنين، أو يا إما هبتدي أفردها على أي سطح وأحط عليها رق بلاستيك وابتدي أدقها بأي حاجة لغاية ما تتفرد معانا، أو يا إما هقطعها بالشكل ده، كل واحد وعلى حسب ذوقه ورغبته. وبعد كده هجيب التوابل اللي احنا كاتبينها في المقادير وأحط عليها الزبادي، وبعد كده هبتدي اقلبهم كلهم مع بعض واحط معلقة المستردة، وبعد كده احط مية البصل. مية البصل هجيب بصلاية مفرومة واحط عليها رشة ملح واسيبها شوية واخد ميتها، وبعد كده هجيب صدور الفراخ وبعد كده احطهم مع بعض كلهم في التتبيلة واسيبها اقل حاجة في التتبيلة ساعتين في التلاجة. وبعد كده عندنا بيضتين او على حسب برضو الكمية اللي احنا هنعملها، هنرش عليها رشة ملح صغيرة ورشة فلفل، والدقيق برضو رشة ملح ورشة فلفل، والبقسماط برضو رشة ملح ورشة فلفل، طبعا كل واحدة في طبق منفصل، وابتدي اقلبهم بالشكل ده. وبعد كده هبتدي ارب البيض بالشكل ده، وبعد كده هطلع صدور الفراخ من التلاجة وابتدي احطها على الدقيق. اهم حاجة تتحط على الدقيق كويس، يعني كل الدقيق يبقى في كل جانب من ناحيتها، وبعد كده انزلها على البيض. برضه اتأكد ان البيض بقى في كل جانب منها، وبعد كده صفيها كويس من البيض واحطها في البقسماط، واتأكد كويس اوي ان البقسماط بقى في كل مكان، وبعد كده احطها طبقات جنب بعض، كلهم جنب بعض، واحط افصل بينهم برقات بلاستيك وادخلها في الفريزر اقل حاجة ساعة. وطبعا ممكن اسيبها اكتر من كده واطلعها في اي وقت واقليها، ودي بتكون حاجة سريعة للناس اللي بتحب الاكلات السريعة. وبعد كده ابتدي اقليها في زيت غسير بالشكل ده على كل جانب تقريبا 5 دقايق او لغاية ما تستوي معانا، وما نعليش النار قوي. في الاخر ده شكلها. اتمنى حضراتكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.